السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم منار مصطفى، والنهاردة فيديو جديد ووصفة جديدة خالص. هنعمل مع بعض النهاردة وصفة من وصفات رمضان الجميلة، وهي الكنافة. رمضان معروف أصلا بكنافاته الجميلة. هنعمل بقى النهاردة الكنافة بس بطريقة المحلات، كنافة بالفراولة. والكنافة لما بيدخل معاها فاكهة خاصة الفراولة أو المانجا بتدي تيست عالي جدا. وطبعا ده موسم الفراولة فما ينفعش نفوته وما نعملش كنافة بالفراولة. قبل ما ندخل على الطريقة والمقادير، اللي مشتركش في القناة ينزل يشترك ويفعل الجرس. ويلا بينا على الطريقة. معانا نص كيلو من الكنافة المجمدة، كوباية من السمنة السايحة، 3 معالق كبار من السكر البودرة. الكنافة بحطها في الفريزر قبلها بيوم او يومين عشان لما اجي اعملها اطلعها تبقى مجمدة جامد كده، فاعرف افرمها بايديا اخليها ناعمة خالص. لان هي لو طرية مش هعرف افرمها ناعم كده. وساعات كمان بعمل الخطوة دي في الكبة. المهم ان اخلي الكنافة زي البودرة كده وناعمة خالص معايا، لان خطوة الفرم دي مهمة، بتخلي الكنافة تطلع مظبوطة وناعمة معايا مش خشنة، وتكون سهلة في التقطيع وكده. كده خليتها ناعمة كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هحط بقى مقدار السمنة بتاعها. مقدار السمنة المظبوط للكنافة، لكل نص كيلو كنافة كوباية كاملة من السمنة. ده السمنة المظبوطة بتاعتها. بشرب بقى الكنافة كلها بالسمنة، وبعد ما بدعكها كلها بالسمنة بحط السكر البودرة. السكر البودرة ايه لازمته؟ انا هقول لكم. اولا بيدي لون ذهبي جميل للكنافة، وتاني حاجة بيخلي الكنافة تبقى متماسكة واعرف اقلبها وكده. دي مميزات سكر البودرة. بس كده. اخلي بقى السكر كله يمتزج كله كده مع الكنافة زي السمنة. وبعد كده بقى انا هقسم الخليط ده على مرتين عشان هنعمل طبقتين من الكنافة زي ما شفتوا في اول الفيديو، عشان نعمل تورتة الكنافة. هندهن الاول الصينية بشوية من السمنة كده حلوين. وبعد كده هحط نص الخليط الاول من الكنافة، هقسمها بالظبط كده بالنظر قد بعض علشان الطبقتين يطلعوا متساويين قد بعض. كده قسمتهم بالظبط. هفرد بقى الكنافة بايدي كده في الصينية، وبعد كده هضغطها كويس بايدي او باي حاجة. اضغطها جامد علشان تطلع سوا بعضها بعد ما تستوي وتتقلب معايا تكون حلوة زي ما انتم شايفين كده. اضغطها كويس بايدي. الضغط ده اللي بيخلي الكنافة طالعة كلها سوا بعض وبتتقلب كلها تبقى مستوية وتطلع مظبوطة. وهنا الكنافة بعد ما استوت دخلتها على رف وسط درجة حرارة وسط. أول ما بتاخد لون من الجناب ذهبي بفتح عليها الشواية، تاخد لون ذهبي من فوق بطلعها على طول. هنا الكنافة كانت لسه طالعة من الفرن وسخنة. بسقيها على طول بشربات تقيل بارد، نفس الشربات اللي عملته معاكم في فيديو الجلاش اللي فات. وبسقي بقى الكنافة كلها ومن كل الأطراف، وبعد كده هقلبها على طول على بقى الرف على الوش اللي هو الناعم. قلبت بقى الكنافة. الصينية كانت سخنة. حد يرشد شربات للكنافة من الجنب التاني علشان لو في حتة ما تسقطش حلو وكده. وهنحط الخليط التاني بقية الكنافة في الصينية، وعبال ما الطبقتين يبردهم هنكون عملنا الكريم شانتيه اللي هنزين بيه الكنافة. هنعمل بقى الكريم شانتيه. معايا كوبايه كبيره من الكريم شانتيه اللي هي حوالي 8 كيلو. عليها المفروض كوبايه كبيره من الميه المتلجه، بس هنا خدت معايا كوبايه الا ربع بس. لان الكريم شانتيه ما عادش زي الاول غشوه بعد ما غلى. حتى كان بيرمي معايا كريم شانتيه كتير، هنا ما زادش كتير. وهتحصل معايا كارثه وانا بزوق، بس طبعا هنتفاداها ونكمل يعني. القوام بيبقى سائل في الاول، بعد كده بيبدأ يتقل معايا. وهنا انا ما حطيتش سكر خالص في الكريم شانتيه، واكتفيت بالشربات اللي في الكنافة علشان سكرها يبقى مظبوط، وكانت مظبوطة جدا عشان ما تبقاش لازعة وكلها سكر. اول ما القوام بيتقل زي ما انتوا شايفين كده ببدأ اوقف بقى، وكده الكريم شانتيه بقى جاهز معانا.
هنا بقى هنزين الكنافة. معايا الفراولة أنا مقطعاها نوعين، نوع مقطعاه مكعبات صغيرة هحطه في نص الكنافة، ونوع تاني مقطعاه أنصاف ده هزين بيه من فوق. نيجي بقى لمرحلة التزيين، ودي أحلى مرحلة بحبها. هعمل روزيتات على ورد على حرف الكنافة من الحرف، وفي النص احط شوية كريم شانتيه واحط عليهم الفراولة، بس للأسف المقطع ده اتحذف وانا بحطها. هحط بقى الطبقة التانية من الكنافة، وعشان الكنافة مظبوطة معايا اتحطت على طول زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده هبدأ اعمل روزيتات على وش الكنافة من فوق كبيرة شوية. ودلوقتي هتشوفوا الكارثة اللي حصلت معايا. وطبعا كانت الكارثة اللي حصلت معايا ان الكريم شانتيه ما كفاش اللي انا ازوق تورتة الكنافة كلها من فوق. انا بحب ازينها كلها وارص عليها بعد كده الفراولة، ولكن انا اتصرفت برضو. هزين بقى بالفراولة من فوق. ببقى مقطعة الفراولاية لنصين. وبخلي وش الفراولة هو اللي باين لفوق. باجي على كل وردة من اللي انا رسماها وبحط الفراولة علشان يدينا الشكل النهائي الوردة اللي انتوا كنتوا شايفينها في اول الفيديو. وانا بجيب الفراولة بجيبها كبيرة علشان الشكل يبقى متناسق معايا وحلو كده زي ما انتوا شايفين. طبعا الفراولة بيبقى فيها صغير وكبير. بنقي الصغير بقطعه في النص، والكبير هو اللي بقطعه واخليه للمظهر الخارجي. مرحلة التزيين دي أنا بعشقها. باحس إن أنا باطلّع فيها كده الطاقة الفنية المدفونة اللي جوايا. هنا بقى خلّصت أول صف، بابدأ أرُص الصف التاني على الورد برضه. لو كانت بقى كلّها كريم شانتيه كنت هاكمّل برضه بنفس النمط على كل وردة أحط الكريم شانتيه، بس أنا بقى كمّلت تزيين الفراولة، سندت الفراولة على الفراولة، والشكل النهائي طلع حلو برضه زي ما كنتم شايفين. يعني مش باين خالص إن إحنا مش حاطين كريم شانتيه في النص، وباينة ولا كأن في أي كارثة حصلت كده. وبابدأ أحط الفراولة بارصها زي ما انتم شايفين كده لحد ما خلصت الوردة كلها. هنجيب بقى شوية شربات تقيل من اللي احنا كنا بنسقي بيه الكنافة، وهنلمع بيه الفراولة كلها. زي ما بنشوف في المحلات كده الفاكهة بتبقى بتلمع، ده بيحافظ على الفاكهة ان هي تبوظ او تدبل مهما قعدت في التلاجة. وبكده تورتة الكنافة بالفراولة خلصت. شوفوا جمال الطبقات من بره متماسكة ومظبوطة. وكمان هقطعها معاكم واوريكم جمال الطبقات من جوه، وهسمعكم كمان صوت القرمشة بتاع الكنافة. لحظة كده من الصمت نسمع فيها صوت القرمشة التحفة ده. صوت القرمشة يدخل القلب كده على طول. طبعا اللي مش عايزينها بقى مقرمشة من الأول أو مش بيحبوا الحاجة المقرمشة هيدفوا الشربات هتكون طرية معاهم من الأول. أتمنى تكون الوصفة عجبتكم. لو أول مرة بتشوفوني أنا منار مصطفى. ما تنسوش تدوسوا اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا إشعارات بكل حاجة جديدة بنزلها. سلام.